متابعيني الغاليين، وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. النهارده هعمل معاكم رز الريزو وكمان الاستربسات بطريقه سهله جدا وبسيطه، هتعجبكم جدا جدا وهتعجب الاولاد جدا جدا. انتوا عارفين بقى الصيف وعايزين كده حاجات سهله وبسيطه. اول حاجه هنا خالص انا هتبل الفراخ بتاعتي. جبت علبه زبادي صغيره بما يعادل معلقه كبيره، او ممكن كمان تستبدليها بلبن، حلوه جدا بتدي طراوه حلوه قوي للفراخ. حطي عليها معلقة كاري ونص معلقة جنزبيل مهمة جدا، ومعلقة فلفل أسمر ممسوحة، ونص معلقة شطة، وكمان معلقة كبيرة من الثوم البودر، وزيها معلقة كبيرة من البصل البودر. وحطي عليها معلقة بابريكا بتدي طعم حلو قوي قوي للتتبيلة، ورشة ملح بسيطة. وبعدين حطي بقى الصوصات بتاعتك اللي هتميز جدا الاستربسات. اول حاجة خالص الصويا صوص، انا حطيت منها معلقة. لو انت جايبه كميه كبيره تبقى معلقه كبيره، ولو كميه صغيره تبقى معلقه صغيره. وكان عندي صوص الباربيكيو حطيت منه برضو معلقه صغيره، بس هو مش اساسي في الوصفه دي الاساسي بتاعها هو الصويا صوص. وحطيت عليها معلقه برضو كاتشب. يبقى كده عندي الصوصات صويا صوص والباربيكيو والكاتشب. وقلي بقى التتبيله الروعه دي يا سيدي على الريحه، مش عايزه اقولك هتطلع طعمها حلو قوي، وهتخلي كده طعم الاستربسات ليها طعم حلو قوي ومميز جدا. قلبت هنا كله، وحطيت كمان معلقة كبيرة من الخل، بتدي طراوة جدا للفراخ وبتسرع شوية من السوى. وبعدين بنزل برشة ملح بسيطة كده، بزود برضو او بظبط الملح بتاعي. كده خلاص التتبيلة عندي جاهزة. هبدأ ان انا انزل عليها قطع الاستريبس اللي عندي. انا عن نفسي بقول لبتاع الفراخ يعني قطعها لي استريبسات، بشتريها جاهزة من غير ما انا اقطعها. هو بيبقى عنده الصدور وبيقطعها لي بالطريقة دي، بتبقى سميكة شوية علشان ما تنشفش معانا في القلي. يبقى اهم حاجة هنا ان هي تكون، لو انت عندك مثلا عايزة بانيه تقطعيه سميك شوية. دلوقتي بقى هسيبها في التلاجة، وتعالي اعمل معاكي صوص الرز الريزو. حلو جدا. اول حاجه خالص هحط معلقتين كبار من الصويا صوص. انا هنا هديكي مقادير كيلو الرز، وهحط معلقه كبيره من الهوت صوص. وعلى فكره الهوت صوص هنا مش هيديله طعم سبايسي خالص، هيديله طعم حلو قوي ومش هيبان ان هو سبايسي قوي. تمام. وهحط معلقه من الباربيكيو. بس زي ما قلت لك الاساسي في وصفه الريزو هي الهوت صوص وكمان الصويا صوص. وحطيت هنا معلقه كبيره من الكاتشب. في طريقتين للرز الريزو، في الطريقه اللي احنا ممكن نكرمل فيها معلقه من السكر مع البصل، والطريقه التانية احنا هنستخدم الكاتشب. هنا بقى انا استخدمت الكاتشب. هتحطي بقى البهارات اللي هو الكاري، هتدي طعم حلو قوي للرز، وكمان بصل باودر وتوم باودر ورشة جنزبيل ومعلقة بابريكا. وظبطي الملح. برضو مكون أساسي في الريزو هو مرقة الدجاج. بستخدم منها 3 على الكيلو. كل ما كترتي كل ما يبقى أحلى، بس طبعا علشان احنا بقى مش بنحب ان احنا مش هيلثي يعني ان احنا نستخدم مرقة الدجاج، فانا كفاية قوي عليا 3. قلبي بقى الصوص بتاعك الرهيب ده، ويلا بينا نبتدي على طول على النار. حطي بقى حلة وضيفي عليها معلقتين كبار من الزيت، وأول ما يسخنوا انزلي عليهم ببصلاية كبيرة متقطعة مكعبات صغيرة زي ما انت شايفة كده. في رز الريزو مش مطالب ابدا ان احنا نغير لون البصل خالص، احنا بس بخليها ان هي تدبل. وبعدين هنا بحط فص ثوم واحد بس يتشوح كويس جدا مع البصل. انا مي شاهين، ولو دي لسه اول مره تشوفيني شرفني تبقي واحده من اسرتنا الجميله على اليوتيوب. وما تنسونيش بالشير واللايك وكمان الكومنتات الحلوه بتاعتكم، وحشتوني جدا يا اغلى متابعين في الدنيا. زي ما انتم شايفين كده خلاص البصل بتاعي دبل، يعني مش هياخد مني دقيقه دقيقه ونص. هنزل بقى بالصوص اللي انا كنت مجهزاه معاكم. يا سيدي بجد الريحه خرافه حلوه جدا. هيطلع عندك رز ريزو كده مبهر طعمه حلو جدا، مهما تاكلي منه انت مش شبعانه. بجد حلو قوي. آه بعمل ايه دلوقتي؟ بشوح الصوص كويس جدا مع البصل حوالي نص دقيقة، وبعدين بنزل من المية السخنة. المية السخنة نفس مقدار الرز، يعني لو انت استخدمتي 4 كوبايات من الرز هتحطي 4 كوبايات من المية السخنة. زي ما قلت لك هو رز مصري مش بنقعه خالص، انا بغسله، او يعني قبل ما احط البصل على النار بغسله وبسيبه يتصفى كده على جنب في المصفى بتاعته. واول ما البهارات بتاعتي تتشوح مع البصل. وخلي بالكم انا بسيب البهارات حوالي دقيقه برضو مع الميه اللي بتغلي، علشان اتاكد ان مرقه الدجاج وكل التوابل دابت كويس جدا مع بعض. انزل بقى بالرز بتاعي زي ما انتم شايفين كده، هو مغسول بس ومتصفي كويس، مش منقوع تماما.
وبديله كده تقليبة بسيطة وبسيبه على نار عالية لغاية ما يتشرب، وبعدين بوطي عليه بهدي عليه النار جدا، بياخد حوالي تلت ساعة على النار، نار هادية جدا أكنك بتسوي الرز العادي بتاعنا. بجد يا جماعة وصفة رهيبة، الولاد هيحبوها جدا. تعالي بقى هنا دلوقتي نعمل الستريبسات بتاعتنا. باحط هنا حوالي كوبايتين من الدقيق، وباضيف عليهم نُص كوباية من النشا أو اللي هو الكيس الصغير بتاع النشا. أنتم عارفين إن النشا بتزوّد القرمشة، وإحنا عايزين بقى الستريبسات تبقى كده مقرمشة وحلوة، فبنضيف النشا. وهنا الخطوة التانية إن أنا بابهّر الدقيق بتاعي، أنا الغرض كلّه إن أنا مش مستخدمة فيجيتار أو أي حاجة ليها توابل، فأنا باحافظ على التتبيلة اللي أنا حطيت فيها الفراخ بتاعتي بإن أنا بابهّر كمان الدقيق. نفس التوابل اللي أنتِ استخدمتيها مع الفراخ هتستخدميها مع الدقيق، فلفل أسمر وبابريكا وكاري توم باودر وبصل باودر وشوية ملح بقى كده ضبّطي، وقلّبي بقى كده كويس جدًا، جدًا، جدًا الدقيق علشان ما يكونش فيه أي تكتلات خالص. وفي الآخر على فكرة أنا حطيت معلقة ممسوحة من البيكنج باودر مهمة جدًا. هنا بقى هابدأ نعمل الستريبسات بتاعتي وتجهز. خلّي بالكم في الخطوة دي لازم يكون الزيت على النار هادية في الأول عشان يسخن، ما ينفعش إن أنا أعمل الستريبسات في الدقيق واسيبها مثلًا أعمل كل الكمية واركنها على جنب وبعدين يعني أشغّل على الزيت، لأ خالص. لازم تخلّصي حركة الدقيق دي وتحطّي على طول في الزيت. وشايفين حركة إيديّا دي، هي دي الحركة المضبوطة. قبل كده كنت عاملاها والصراحة كان طعم الدقيق باين فيها بسبب حاجتين، إن أنا زوّدت كمية الدقيق، يعني بقيت أحطّها وأرجّعها تاني في التتبيلة وأرجّعها تاني في الدقيق، فطلع طعم الدقيق باين أوي في الستريبسات. وتاني حاجة إن أنا كنت باتّكة بإيدي كده على قطعة الستريبس، فطلع برضه الدقيق كتير أوي عليها ما ادّاش الطعم الخفيف. الحركة بتاعة إيدي اللي أنتِ كده بتحرّكيها بين صوابعِك كده وبترفعيها لفوق، وبعدين بتخبّطيها كده كويس أوي، بتنفّضيها كويس أوي كده من الدقيق، دي أحسن طريقة. وبجد ما كانش طعم الدقيق باين خالص، بالعكس كان مدّي قرمشة حلوة جدًا وحرفشة كده شايفين، حلوة جدًا. هنا بقى الزيت بتاعي أنا عايزاه يكون عميق شوية، فباحطّه في حلة صغنّنة وباسيبه لغاية ما يسخن كويس، وبانزل بقطع الفراخ بتاعتي. ما باقلّبهاش خالص غير لمّا تبدأ إن هي تاخد لون بسيط من على الجنب اللي تحت، بابدأ إن أنا أقلّبها وبعدين بارفعها من على النار. الزيت في الأول بيكون على نار عالية لغاية ما يسخن، وبعدين أول ما بتحطّي الفراخ نُص دقيقة كده وبعدين بتخلّيه على نار متوسطة. لو خلّيتيه على نار هادية أوي هيتشرّب معاكِ زيت كتير، وفي نفس الوقت لو سِبتيه على نار عالية أوي هتاخد لون بسرعة، وفي نفس الوقت مش هتستوي كويس من جوّه. ولاحظي إن إحنا مستخدمين ستريبسات تكون سميكة شوية، فمحتاجة وقت علشان تستوي كمان من جوّه أثناء القلي. شايفين ما شاء الله، حلوة جدًا. طبعًا أنتِ عايزة تزوّدي الطبقة بتاعة الدقيق ما فيش مشكلة، بس بنفس التكنيك اللي أنا قُلت لِك عليه، إن أنتِ بترفعيه كده لفوق بإيديكِ وبتحرّكيها كويس بصوابعِك وبتنفّضيه كويس جدًا. هنا بقى خلاص أنا خلّصت كل الكمية اللي عندي، وتعالي بقى شوفي الرز ما شاء الله طالع بجد خرافة، حلو جدًا. شايفين اللون؟ هتشوفوه دلوقتي حلو أوي. ما شاء الله شايفين؟ واخد لون كده كهرمان يا جماعة، حاجة والّا بقى الريحة، إيه يا جماعة قلب الدنيا. وطعمه بجد ما تشبعيش منه. يعني أنا أصلًا بعادتي مش باحب الرز خالص، بس الريزو من الرز اللي أنا باحبه أوي. هنا بقى غرفته وجِبت هنا قطع من الاستريبسات بقى، وبدأت إن أنا أقطّعها فوق الرز عشان يدّيني نفس الشكل اللي إحنا بناكله في المطاعم. شايفين الاستريبسات من جوّه بيضة إزاي؟ ومستوية جدًا، جدًا، وطعمها يا جماعة متّبل مضبوط جدًا وطعمها حلو جدًا. بجد أحلى بكتير جدًا من اللي برّه. جرّبوها بنفس الطريقة كده وبنفس التريكات اللي أنا قُلتها لكم، وبجد هتعجبكم أوي وقولوا لي إيه رأيكم في الcomment. طبعًا أنتم عارفين إن رز الريزو بيكون حار شوية وفي نفس الوقت مسكّر، فأنا باضيف عليه بقى الصوصات اللي عندِك اللي هو الكاتشب والhot sauce، وقدّميها لولادِك وقدّميها لكل اللي عندِك بألف هنا وشفا. وبجد هتدعي لي، وصفة حلوة أوي. واشوفكم على ألف خير، وما تنسوش الشير واللايك ومتابعة القناة، ودايمًا إن شاء الله استنوني في فيديوهات حلوة. وقولي لي في الcomment إيه الفيديو اللي أنتِ عايزانا نشاركه مع بعض في القناة. واشوفكم على خير يا أغلى وأحلى متابعين في الدنيا.